أهلا وسهلا، اسمي إيفان سانتوس هرنانديز وأدرس الترجمة في جامعة برشلونة المستقلة. خاصة هذه السنة هي السنة الأخيرة في كلية الترجمة. الفترة في الجامعة ساعدت لي لكي أتعلم وأحصل على أفكار الجديدة. بذلت جهودا في كثير من المواد مثل تكنولوجيا منظمات الوطنية والعالمية، تاريخ الترجمة وغيرها. إحدى المواد التي أعتبر بكثير الأهم هي اللغة والترجمة بالعربية. انتخبت هذه اللغة بين كل اللغات التي ممكن أن ندرسها في الكلية، لأن نجد في إسبانيا تراث الثقافي العربي. ما درست ما درست الفصحى والمفردات فحسب، بل الثقافة والعادات في الدول العربية. لذلك قدم الأساتذة العديد من النصوص التي تتناول عن مواضيع مختلفة. كثير من النصوص تناول عن مشاكل التي الدول العربية تواجه. الآن البلدان العربية تمر بمشاكل عددا. هذه هي المشاكل تمنع العالم العربي بالتطور. من جهة هناك مشاكل الاجتماعية، ومن جهة الأخرى مشاكل الاقتصادية. اليوم أنا أريد أن أتكلم عن هذه المشاكل الصعبة. البطالة. لا شك أن البطالة إحدى أكبر المشاكل الرئيسية التي تواجه العالم الآن. البطالة ليست ظاهرة محلية فقط، بل هي مشكلة عالمية وتمس الدول النامية والدول التطورية أيضا. إن أسباب البطالة كثيرة، فمنها الأزمات الاقتصادية والفقر والتأخر الاقتصادي، ومنها التطور التكنولوجي وقل الاستثمارات، وكذلك الفساد والسياسة الحكومات في كل مشاكلها. هناك نوعان من البطالة. أولا بمعنى المباشر، والمقصود هنا الناس الذين ليس لديهم أي عمل، أي يعطلون العمل. النوع الثاني وهو ما يسمى في بعض الدول بالبطالة المقنعة، أي الناس الذين لا يعملون في مجال تخصصهم، بل يقومون بأمور أخرى ليستطيعوا أن يعيشوا. فهناك مئات الآلاف من حاملي الشهادات العليا، وخاصة في الدول النامية، يقومون بأمور أخرى لا علاقة لها مما درسه في المعاهد والجامعات. كثير من الشباب يهاجرون إلى الدول الأوروبية على أمل أن يجدوا العمل المناسب، لكن في كثير من الأحيان يجدوا أنفسهم بين خيارين لهما مرًا، فإما أن يرجعوا إلى بلدهم أو أن يقبلوا بأعمال غير مناسبة لهم، وهي عادة الأعمال التي لا يريدها الأوروبيون. من المعروف أن استخدام الأطفال كيد عاملة ظاهرة منتشرة في كل البلدان النامية، وكذلك في الدول الأوروبية الشرقية. تعتبر أن إحدى المشاكل الكثيرة التي تواجه البلاد الفقيرة. إحصائيات الأمم المتحدة تقول إن طفلا بين كل 4 أطفال في الدول الفقيرة يجبر على العمل. أما على مستوى العالم بأسره، فإن عدد العمل الأطفال يبلغ 215 مليونا، عنه
60% من هؤلاء الأطفال يعملون في ظروف خطيرة. هناك أطفال في منازل المختلفة الذي يساعدوا عائلتهم منذ كانوا صغارا. كما يعمل بعض الأطفال من أهلهم عملا بسيطا، ولكنها تساهم في زيادة دخل الأسرة. كما ممكن أن يعمل بعض الأطفال إما لموت لتعرضهم للعجز أو فقدان العمل. رغم أن القوانين في كثير من الدول النامية تمنع تشغيل الأطفال، إلا أن على الإمكانات والوضع الاقتصادي ترك تنفيذ القوانين. كثير من العائلات تقرر أن تنجب عددا على أطفال كبيرا لأنهم في حاجة إلى العيش، لذلك تجعل من عمل الأطفال مصدر دخل إضافي للأسرة. وضع التعليم في العالم العربي قد تحسن كثيرا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد أن نالت معظم الدول العربية استقلالها. رغم ذلك لم يصل إلى المستوى المطلوب، وما زالت الأمية من أكبر المشاكل التي تواجه العالم العربي في الوقت الحالي. تختلف نسبة الأمية من منطقة عربية إلى أخرى، بل ومن بلد عربي إلى آخر. أسباب انتشار الجهل والأمية في العالم العربي فهي متعددة. أولا، كما هو الحال في كل البلدان الجهل والأمية في الدول العربية يتركزان بشكل أساسي في الريف. فحتى وقت قريب كان بعض الآباء من سكان القرى الذين يعملون في الزراعة يفضلون عدم إرسال أبنائهم أو البعض منهم إلى المدارس، أو عدم السماح لهم بمواصلة تعليمهم لكي يساعدهم في أعمالهم الشاقة. الثاني، هناك السبب الثاني لانتشار الجهل، وهو الزواج المبكر. إذا إن معظم الفتيات اللواتي يتزوجون مبكرا لا يواصلون دراستهن. سبب آخر في انتشار الجهل هو كثرة الإنجاب وعدم قدر كثير من العائلات على دفع تكاليف دراسة أبنائهم. لهذا السبب بعضهم لا يتمكنون من الالتحاق الجامعة والمعاهد، وأحيانا يتمكنون من إنهاء المرحلة الثانوية، وذلك ليعملوا ويساعدوا عائلاتهم. أخيرا، لعب الاستعمار دورا سلبيا في هذه المشكلة، حيث إن الأمية زادت خلال فترة الاستعمار للبلاد العربية. فلم يبذل المستعمرون من جانبهم أي جهد لنشر التعليم والقضاء على الأمية أو التقليل منها، بل على العكس، فالأمية خدمت مصالح الدين في الدول العربية، سواء كان الإسلامي للمسلمين أو المسيح للمسيحيين أو اليهودي لليهود، يلعب دورا مهما جدا في حياة العرب اليومية. هذا دور أكبر وأهم بكثير منه في الدول الأوروبية مثلا، والنسبة المتدنين بين المواطنين العرب أعلى منها بكثير بين الأوروبيين. هناك من يعتبر أن إحدى الأزمات التي تواجه الدول العربية هي نمو الحركات الإسلامية، ليس كقوى دينية فحسب، بل والتيار السياسي أيضا. إذا إن العربي يعيش اليوم يسمو الصحوة الإسلامية،
أنصار الأحزاب والحركات الإسلامية يرون في الإسلام الهام للوضع الحالي في البلدان العربية، لكن هذه الحركات أيضا لها معارضون كثيرون، سواء كان بين الأنظمة العربية أو بين الأحزاب العالمين. فهناك يعتقد أنه يجب فصل الدين عن الدولة، ويجب أن تسييس الدين، لكن الإسلاميين يرفضون هذه الفكرة تماما. لهذا يطالب الإسلاميون بالسلطة أو المشاركة فيها على الأقل. إن مواقف الأنظمة العربية من الأحزاب والحركات الإسلامية ومشاركتها في السلطة يختلف من دولة عربية إلى أخرى. في بعض الدول يشارك الإسلاميون في الانتخابات ويحتلون مقاعد كثيرة في البرلمانات، بينما يمنعون من ذلك في دول عربية أخرى. ولهذا بعض الحركات الإسلامية الممنوعة من المشاركة في الانتخابات تلجأ أحيانا إلى العنف كسبيل للوصول إلى السلطة. أخيرا ممكن أن نرى الوضع في العالم العربي تحسن بالمقارنة الماضي. بالرغم من هذه المقدمة لا يزال الشعب العربي يناضل من أجل أن ينام.